مساء الخير على كل مشاهدينا في حلقة جديدة مع الكابتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت مصر منذ قليل عالما من أعظم علمائها ومن أعظم علماء العالم كله، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، دكتور أحمد زويل. دكتور أحمد زويل ابن محافظة الإسكندرية وابن جامعة الإسكندرية، اللي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت أبحاثه هناك من الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل الدكتور زويل في مجال الكيمياء في مجال الفيمتوثانية على جائزة نوبل، رحم الله الفقيد. وإن شاء الله نتمنى من المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يكون بعلمه نافع للعالم كله إلى ما شاء الله. رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نتابع معكم مع الكابتن. Professor Suwail, I've tried to explain how your pioneering work has fundamentally changed the way scientists view chemical reactions. From being restricted to describe them only in terms of a metaphor, the transition state, we can now see the actual movements of atoms in molecules. We can speak them in time and space in the same way as we imagine them. They are no longer invisible. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences and ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King. رحم الله دكتور زويل. مشاهدينا الكرام، في الصورة والمشهد الرياضي، الأهلي يعبر عقبة سموحة بعد مباراته البطولية أمام الوداد المغربي، والتي أعادت للأهلي هيبته الإفريقية وعينه تتطلع للتتويج بالكأسين المصري والإفريقي. والفارس الأبيض ما بين عشرات من الصفقات بلا مدير فني يختار صفقاته، وبين الرغبة في أي حصاد لهذا الموسم الطويل، فيصطدم بالدراويش من أجل كأس مصر تمهيدا للمعترك الإفريقي. فإلى أين أنت ذاهب يا زمالك؟ وفي الصورة والمشهد الرياضي، عيون وقلوب تترقب قانون الرياضة المصرية وانتخابات دولة الساحرة المستديرة، فصار القانون حلما نرتجيه، وانتخابات الجبلاية مشهد لأشخاص اعتدنا عليهم دائما وأبدا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ معكم مع الكابتن. Forsberg on a great circling move. What's he going to do? He scores! Unbelievable move! مشاهدينا الكرام، أحداث رياضية تتوالى هذا الأسبوع. كانت مباراة الأهلي والوداد المباراة البطولية التي أداها النادي الأهلي في المغرب
وانتصر هناك على الوداد المغربي 1-0 في مباراة أعادت روح الفانلة الحمراء للنادي الأهلي. ورجع الأهلي على مباراة كأس مصر واصطدم بسموحة القوي، الفريق القوي اللي إن شاء الله في الدوري القادم ما يكون سموحة منافس قوي للأهلي والزمالك. واستطاع الأهلي أن يفوز 1-0 ويصعد للدور اللي بعده، دور الأربعة. كمان الزمالك في موجة إقالات المدير الفني للزمالك وصفقات عديدة للفريق الزمالك وصلت إلى تقريبا 17 صفقة، وما بين ناس راحلين وناس قادمين وبطولة أفريقيا ومعترك كأس مصر. كل هذه الأحداث الرياضية هنناقشها مع ناقد الرياضي الأستاذ محمد فتحي معانا على هواء قناة القاهرة مع الكابتن. أستاذ محمد نورتنا. أهلا بك يا فندم. في البداية طبعا بننعي العالم الجليل الدكتور أحمد زويل وفاته المنية. طبعا الخبر الذي سمعناه قبل أن ندخل هذا الهواء طبعا عن 70 سنة هي خسارة كبيرة جدا زي ما تفضلت حضرتك وقلت للبشرية كلها. الدكتور أحمد زويل صاحب جائزة نوبل في الكيمياء وأول عربي يحصل على هذه الجائزة في العلوم تحديدا. دكتور أحمد زويل قبل ما يرحل أعتقد أنه كان نفسه يكون في حلم لمصر كلها يعبر بها نحو العلم ونحو المستقبل. وأعتقد أن مشاريع زويل التي دشنت ستكون صورة مضيئة تبقى تخلد ذكرى الدكتور أحمد زويل صاحب أرفع جائزة علمية لمواطن عربي يحصل عليها وهي جائزة نوبل في الكيمياء. اقتضاب كل تاريخ أحمد زويل العلمي في كلمة أنه صاحب جائزة نوبل. رحم الله الدكتور أحمد زويل، وطبعا يا خسارة لمصر والعالم العربي كله والعالم الإسلامي والعالم كله. رحم الله الدكتور زويل، ونتمنى منه تلامذته أبنائه في العلم يكملوا مسيرته ويحصلوا على جوائز نوبل تاني إن شاء الله وفخر لمصر كما كان دكتور أحمد زويل. أستاذ محمد نبدأ ننتقل للمشهد الرياضي. المشهد الرياضي بتاعنا. ولسه بقول إن الأهلي بعد مباراة الوداد والمباراة البطولية اللي عملها هناك مع الوداد المغربي وعودة روح الفانلة الحمراء وقدرة الأهلي إنه يفوز خارج الأرض مرة أخرى، ورجع تاني الكاس مصر وسموحة. عاوزين نتكلم على ناخد جزء من الوداد. شفت ماتش الوداد ازاي ونرجع على ماتش سموحة تاني. طبعا حضرتك الأهلي ما كانش له أي فرصة غير إنه يفوز في المباريات المتبقية، واحنا قلنا قبل كده إنه الأهلي دائما في الظروف الصعبة بيظهر مستوى الأهلي وقوة الأهلي وقوة فريق الأهلي. الأهلي استطاع أن يقدم مباراة جيدة جدا من وجهة نظري أمام الوداد، واستطاع أن يهزمه في عقر داره. كانت مباراة صعبة جدا. طبعا كانت مباراة صعبة جدا، والأهلي على فكرة يعني ظهر تألق أحمد عادل في هذا اللقاء، والأهلي في هذا اللقاء ظهر أكتر. يعني هو كان داخل على هدف واحد وهو الفوز، وفعلا الهدف تحقق له. أتمنى أن الأهلي يوصل في هذه البطولة. مباراة الوداد هي بداية الانطلاق الأهلي من جديد. برضو احنا شفناه في الكاس مع مباراة سموحة كان أقل من مباراة الوداد بكتير جدا. لسه الحالة البدنية برضو أقل بكتير. الأهلي والزمالك بيعانوا في بدنيا، وبرضو على فكرة مشوار الأهلي الأفريقي ما زال محفوف بالمخاطر. طبعا لسه أي صعب. تعادل أو أي بس دي بداية طيبة أن هو يفوز على فريق الوداد، وفريق الوداد مثل أقوى فريق في من ضمن مرشحين للبطولة. أقوى فريق في المجموعة. يعني حتى لو صعد الأهلي هيصعد بجوار الوداد. فاعتقد ان هو الفوز عليه في عقر داره. بس برضه محمد ما ننساش زيسكو عامل ماتشات كويسه جدا. هو اسك اضعف الفرق، لكن زيسكو انا يعني لا هو زيسكو اقوى من الوداد. اقل من الوداد. لا مش اقوى من الوداد، هو اقل من الوداد. وخلي بال حضرتك احنا الفرق الافريقيه يعني بنتغلب عليها على ارضها وبنعرف نتعامل مع الفرق المغرب العربي تحديدا، ولا الشمال الافريقي كما نطلق عليها في احنا بنعمل في الحقل الرياضي بنطلق عليها فرق الشمال الافريقي. لا هي بتبقى صعبه جدا جدا، وبالذات المباريات اللي على ارضها. وصعب جدا ان هو يعني الاهلي عمل كده مع صفاقس التونسي يعني مع كذا فريق. والزمالك نفس الموضوع. والزمالك كسب برضه فرق من الشمال الافريقي، من تونس والجزائر والمغرب تحديدا على ارضهم. فهي انطلاقه قويه للاهلي، انه الاهلي يستطيع. طبعا هو زي ما قلت لحضرتك ان هو الاهلي خد الدوري وما زال امامه 3 بطولات في الموسم. بطولة دوري أبطال أفريقيا المشارك فيها وكأس مصر والسوبر. 3 بطولات. فبالتالي ومارت اليون أعتقد أنه يعني كان يعتبر أول ظهور ليه بشكل إيجابي مرضي
كانت مباريات الوداد. وطبعا امبارح مع انه استاذ محمد انه في ناس بيقول لك يعني مارتن يول ما لوش بصمه في مباراه الوداد، ده دي روح الفانلة الحمراء واللعيبه لا يعني غريبه جدا. لا قلت لحضرتك يعني اي حد يعني ينزع الفضل للجهاز الفني في حاله الفوز، اعتقد ان هو غير منصف، لانه اصلا عندما يهزم الفريق اول واحد بيتحمل النتيجه المسؤوليه هو المدير الفني. فبالتالي في حاله النجاح يبقى المدير الفني هو اللي استطاع يعمل هذه التوليفه، وهو اللي اعطاهم الدفع المعنوي. وعلى فكره الاهلي كان رايح يعني في ظروف سيئه جدا، صعب، ما كانش معاه يعني المنافسه متطلبه فوز في الثلاث مباريات القادمه، وفوز يعني في مباراتين خارج الارض ومباراه يعني مع الوداد في الاول مباراه بعد كده مع الوداد ومع فريق من كمان احنا تعادلنا مع الوداد هنا في القاهره الوداد عمل مباراه هنا في القاهره كويسه جدا يعني جدا. انا شايف انه يعني الاهلي لو استطاع ان هو يعبر هذا الدور سيكون له نصيب في هذه البطوله. طيب الاهلي، جماهير الاهلي بعد ماتش الوداد قالت الاهلي رجع بقوه، لكن مباراة سموحة ما كانتش بالمأمول من جماهير الأهلي، يعني مش هي المباراة القوية جدا، برضو لسه الحالة البدنية للاعيبة الأهلي. مباريات الكاس يا استاذ صلاح، مباريات الكاس دائما غالبا مباراة مباراه الكاس بتبقى دايما انا بشبهها، لان المدير الفني بيبقى نازل ما فيش بقى عندك اسمها انك تتعادل وبتاع، هو هدف واحد وحل واحد هو الفوز، تجيبه ازاي باي طريقه الفوز. فبالتالي بتلعب المباراه بيبقى الجيم مقفول قوي، ويعني والاهداف بتاع الكاس بتبقى عزيزه. يعني غالبا مباريات الكاس كلها لو شهدت في الدقائق الاولى هدف واثنين بيبقى فيها اهداف غزيره جدا. ما جاش في الشوط الاول اهداف او جه هدف واحد، بيفضل المباراه ميته بلغه الكوره، المباراه ما فيهاش حيويه، ما فيهاش، لانه بينفذوا خطط، هو بيبقى داخل علشان يفوز. وبعد كده سموحه زي ما تفضلت حضرتك وقلت انه فريق تقيل، فريق كبير قوي ومنافس، هيبقى منافس جامد جدا في هيبقى له مستقبل لانه راس المال بيلعب دور كبير جدا، وفريق سموحه عنده صفقات كويسه وعنده لعيبه وينضم له لعيبه مجموعه من اللعيبه الكويسين. فبالتالي مباراه الاهلي وسموحه كانت طبيعيه جدا. وعلى فكره الاهلي فاز برضه باريحيه في المباراه، لا هو ضيع اكتر من كوره وهدد مرمى سموحه اكتر من مره، وسموحه للامانه وصل يعني الاهلي الشوط الاولاني كان بتاع الاهلي والشوط الثاني بتاع سموحه. بس هو الاهلي في يعني مباراه الكاس هي طبيعتها كده، هي انت بتشوفها صعبه وممله، وخلي بالك اللي بيخطف فيها بيموت الماتش، اللي بيخطف هدف من اي الفريقين بيموت الماتش. وبالتالي بتبقى المدير الفني داخل على اساس حاجه واحده بس، ان هو يفوز فقط، او يفوز فقط، يفوز باي طريقه بقى. يعني موضوع الاداء مش بيبقى، لكن الدوري طويل جدا، عندك فرصه تتعادل، فرصه تفوز، فرصه تصحح اوضاعك حتى لو خسرت مباراه. لكن هي الكاس مصر وان واي، بتبقى مره واحده خلاص، يعني بتخسر بتطلع تعدي دور تاني بالظبط. طب من ضمن مميزات المباراه دي مع الاهلي ظهور عبد الله السعيد مره اخرى بعد الاصابه ولعب 70 دقيقه، وظهور مروان محسن، وكان مؤثر مروان محسن وعبد الله السعيد، وظهور كريم نيدفيد. يعني عبد الله السعيد يعني ما وصلش الفورمه بتاعته، لكن روح كان حلاوه عبد الله السعيد. احنا قلنا انه رمضان صبحي وعبد الله السعيد غيابهم عن الاهلي اثر بشكل كبير جدا في اداء الاهلي في الفتره الاخيره. فبالتالي عبد الله السعيد لما يرجع، لا بترجع قوه كبيره للنادي الاهلي. والمباراه يعني مباراه امبارح كانت مباراه برضو صعبه. الاهلي يعني دي مباراه بطوله، يعني اي مباراه سواء في الدور الثمانيه في دور الاربعه شافوا نهائي هي مباراه بطوله مش نهائي مبكر، كمان مباراه بطوله. يعني انت بتلعب هتكسب، هتواصل في البطوله لسه املك فيها، هتخسر خلاص خسرت بطوله. فبالتالي بتبقى يعني انت يعني انا اتوقع بكره في الاهلي والزمالك والاسماعيلي اتوقع نشوف شكل تاني غير اللي احنا بنشوف الزمالك والاسماعيلي. فبالتالي الاهلي كان بيلعب مع سموحه بهذه الطريقه علشان هو كان بيلعب على بطوله وعاوز الفوز، وتحقق له الفوز. وعلى فكره يعني المباراه رغم ان هي كانت بالنسبه للجماهير او بالنسبه للمشاهد كانت اقل بكثير من مباراه الوداد في الاثاره وفي اللمحات الفنيه وفي الشكل الاداء الجماعي. كانت تحس انها كده مباراه. وبرده بتفرق معانا على فكره، يعني احنا كمان بنحسها كمشاهدين امام التلفزيون، بتفرق معانا الجماهير بيفرق معانا كتير جدا جدا في شكل المباراه. وده انت بتشوف المباراه بدون جماهير، حتى لو المباراه مهمه وحاسمه وحماسيه،
وفي اداء كويس جدا ما في فيهاش الملعب. إرهاق. والصوره الصوره ما بتكتملش، لان الصوره تكتمل فعلا بمشهد وجود الجماهير. فانت شفت في مباراه الوداد الجماهير حاضره، فالشكل كان مكتمل، شكل اللعبه نفسه كان مكتمل، لان من ضمن شروط حلاوه اللعبه، شروط حلاوه اللعبه وجود الجماهير، من ضمن اكتمال اللعبه وجود الجماهير. فبالتالي احنا بنحس المباريات اللي بدون جماهير، حتى لو المباراه ذات قيمه، انت ما بتحسش بيها غير في الهدف او في كره كبيره جدا، يعني تفاعل الجماهير الخارج المدرجات، المشاهدين اللي قاعدين سواء كان قاعد في كافيه او في اي مكان. فبالتالي تفاعلهم هو اللي بينقل لك سخونه المباراه. لكن المباراه على فكره يعني طبيعيه جدا في الكاس مصر. مارتن يقول ظهر برضو لمساته الفنيه في هذه المباراه، واعتقد انه يعني مجلس اداره الاهلي كان اذكى من في الابقاء عليه رغم الهجايم وتراجع نتائجه في دوري ابطال افريقيا، رغم انه خد الدوري وكان واخد الفريق، كان خلاص قرب يحسم البطوله. الاهلي يا محمد يعني هو صبر عليه ومنحه فرصه، وكان فيه يعني في اقلام كتيره جدا هجمته، واقلام كتيره جدا قالت ان هو مدرب عالمي اسم، لكن مش فاهم الكره المصريه، مش قادر يتاقلم مع الاهلي، ما ضافش جديد للاهلي. اعتقد انه مجلس اداره الاهلي ضرب مثال جيد ازاي انك انت تمنح الفرصه كامله في استقرار. تمنح الفرصه كامله. وعلى فكره ده بيرجع لايه بقى؟ للاختيارات الفنيه، اللي هو سوق الانتقالات. لما انت بتبقى مدير فني قاعد معاك 22 لعيب لعبوا معاك الموسم كله كامل، وانت مكمل الموسم اللي بعده، فبالتالي دائره الاختيارات بتاعتك ما بتتعداش 5 6 لعيبه. او عارف وخلي بالك في الناحيه الثانيه لما بيكون مدير فني مؤقت وهيجي يستلم حد من الجهاز، انت بتجيب له زخم كتير جدا في المراكز، وممكن يجي المدير الفني يجمد صفقات مهمه. يعني انت تبقى جايب صفقه مهمه. انا فكره انه الجهاز الفني يعين في بدايه الموسم، لا، انا يتعين في نهايه الموسم قبل فتره انتقالات بفتره، بحيث ان هو كل لعيب هيجيبه الجهاز الكره في النادي يتم عرضه عليه، ويشوف له الفيديوهات بتاعته، ويشوف ده هل هيناسب وينفذ فكره. يعني هينفذ فكره ولا يحاسب المدرب بعد كده، يقول له انت اللي اخترت صفقاتك، وانت يعني ده ما بتلعبوش ليه، يقدر بالظبط. فبالتالي انت شفت في الزمالك لا الزمالك ده حدوته لوحدها. كبير. عايزين ناخد الزمالك على ايه، على الهادي كده، لانه حدوته كبيره جدا بالظبط. فشفت الاهلي لا هو لعيبه محدوده جدا، عناصر دعموا ب3 4 يعني صفقات يعني في المراكز بس برضو الاهلي محتاج في مركز او 2 لسه، برضو محتاج لعيبه قويه في مركز او 2. اعتقد ان هو الباك يمين برضو محتاجه، حتى لو كان باك يمين فيه احمد فتحي، وعندك باسم برضو محمد هاني يعني. احمد فتحي هو جوكر بيلعب في كل مكان وبتاع، بس مش ما بقاش مؤثر قوي في الباك اليمين. ما بقاش مؤثر زي الاول. وبعد كده الاهلي المدير الفني اللي عنده هو اللي هيقدر يمشي الموسم بهذه الصفقات ويخليها متجانسه. واعتقد ان الاهلي في سوق الانتقالات الصيفي ده كسب كتير، ربح من صفقاته كتيره جدا، سواء ايفونا او رمضان صبحي. ارقام كبيره يعني حتى لو جاب اكتر من عدد ال5 6 اللي جابهم، لا هيبقى برضو الاهلي برضو ما زال هو اللي كسبان في سوق الانتقالات. انا عاوز مروان محسن على وجه الخصوص. مروان محسن جه الاهلي ب 10 مليون جنيه، والناس قالت يعني ما فيش لاعب في الدوري المصري يساوي 10 مليون جنيه. مروان خامه محترمه جدا، ولاعب مهاجم يعني قوي ومحترم. لعب امبارح مروان جزء من المباراه. رايك يعني، ومعنا هدف الاهلي اهو كمان على الهوا اهو، سعد سمير. مروان كان ليه شكل امبارح، مع ان المشاركه مش من اول مباراه. حتى الفرصه اللي عملها المؤمن زكريا، الناس قال لك لو هو في الاسماعيلي كان هو كمل وشت وجاب جون. طب الراجل يعني ده عمل اسيست محترم. مروان محسن هو مهاجم منتخب مصر القادم. وهيبقى هو صحيح في الدوري المحلي وفي جخم في مركز مروان محسن بالنسبه للعيبه اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه عندنا من المصريين يعني، لكن هو يكون له مكانه، وهيكون لاعب محلي لو قعد في الدوري المصري، لو ما انتقلش يعني وقعد مع الاهلي فتره، هيبقى لاعب بحجم وقيمه اللعيبه الكبار اللي لعبوا للاهلي.
واعتقد انه مارتن يول لما نزله هو عارف قدرات إمكانياته. اللاعب وعارف امكانياته، وهيبقى له فرصه في ظل غياب مهاجمين اساسيين، سواء ايفونا لما انتقل ورمضان صبحي وعماد متعب خلاص، ولسه عمرو جمال ما رجعش وعماد متعب خلاص، ومروان محسن يمتاز برضو بان هو صغير السن، لاعب كويس، لاعب قوي، لاعب بيجيد اللعب كويس داخل الصندوق، يعني لاعب فيه مميزات المهاجم اللي اي فريق يقدر يصنع منه نجم، واعتقد ان هو يبقى له مستقبل كبير جدا مع الاهلي. وقد على فكره دايما الاسماعيلي عندما ياتي اي لاعب من الاسماعيلي وبيروح النادي الاهلي بيحقق نجوميه غير مسبوقه، زي محمد بركات واحمد فتحي، كتير يعني غالبا الاهلي بيصنع نجوميه هؤلاء اللاعبين. اي لاعب بيجي من الاسماعيلي بيكون لاعب متجهز صح، بس توظيفه في الاهلي بيكون افضل. واعتقد ان مروان محسن هيبقى زي ما قلت في البدايه انه هيبقى مهاجم المنتخب المصري الاساسي، رغم وجود محترفين على مستوى عالي زي محمد صلاح بس هيبقى له مكانه برضه في المنتخب، وهيبقى له مكانه في الاهلي، والموسم ده هيبقى المحك لمروان محسن. طب علي معلول، ما دام احنا هنتكلم الاهلي نخلص الصفقات. علي معلول لاعب قبل كده، يعني شفناه في صفاقس التونسي بشكل جيد، لاعب الاهلي فعلا محتاجه في هذا المركز. علي معلول هيدي خلفيه قويه جدا وكبيره جدا عن اللاعب التونسي في الدوري المصري، واعتقد ان هو لاعب هيكون له مميز وهيكون له مستقبل مع الاهلي، والاهلي محتاج فعلا علي معلول، واعتقد انه هيبقى اساسي في الموسم المقبل. هيبقى علي معلول بصرف النظر عن قيمه الصفقه من 11 لاعب اساسي بالظبط، هيبقى من 11 الاساسيين، وهيبقى يعني وهيظهر بشكل كويس ويقدر يوظفوه كويس، لانه فعلا الاهلي محتاج في مركز علي معلول، محتاج واحد زي علي معلول بقوته بتحركاته وبياقته البدنيه العاليه وبستايله باللعب ستايل اوروبي. علي معلول لاعب يستحق ما دفع فيه من وجهه نظري انا الشخصيه. ده جميل. طيب عنا كمان بعد علي معلول ميدو جابر النهارده الاهلي استلم استغناء من المقصه. ميدو جابر لاعب مميز شفناه في الدوري اللي انقضى ده، ولاعب مميز جدا وخلاص انتقل. شايف ميدو جابر ممكن يعمل فرق مع الاهلي؟ وكان ميدو جابر كان الزمالك برضو كان بيفاوضه، وهو كان عاوز يروح الاهلي، واعتقد انه خلص الصفقه من ساعات قليله. ميدو جابر هيكون اضافه، بس يعني انا يعني اعتقد انه مش هياخد الفرصه كامله هذا الموسم. يعني ميدو جابر رغم ان هو الاهلي شايف انه يعني ان هو لعيب كويس، شفناه مع المقصه بشكل كويس. زي اللي حصل احمد الشيخ مثلا؟ لا ما اعتقدش، بس هو مش هياخد الفرصه كامله، يعني بصرف النظر لانه مكانه برضه فيه اكتر من لاعب مؤثر واكتر من اللاعب بيجي الاهلي مش الفرصه بياخدها مش بسهوله يعني. ما هو اكيد في مكانه او اي لاعب في مكانه لعيبه ثانيه مميزين. هو مكانه يعني انا شفت احمد الشيخ مع المقصه وشفت ميدو جابر مع المقصه، لا الاثنين يعني انا شايف انه احمد الشيخ يفرق كمان احسن من ميدو. احمد الشيخ على فكره يعني الفتره اللي جه الاهلي فيها وما خدش نصيبه وما خدش حظه من اللعب، يعني نقصت منه كتير جدا جدا. بس اللاعب لما بيتمرن فقط لا غير بدون ما يقدم مباريات رسميه بتنقص من مستواه وبتقل منه. احمد الشيخ على فكره هو رجع اعاره سنه المقصه تاني. هيرجع احمد الشيخ برضو اللاعب المؤثر في الدوري اللي بيجيب اهداف مؤثره، اللاعب الكويس كله بيخدم عليه في المقص. اما في الاهلي هو ما خدش فرصته، يعني احمد الشيخ اتظلم بالظبط، ما خدش فرصته حتى لمباراه روما اللي لعبها مع الاهلي ظهر فيها بشكل كويس جدا وجاب هدف لا هو يعني لاعب، يعني انا اتمنى طبعا ان ميدو جابر ياخد الفرصه اكتر من احمد الشيخ، بس انا شايف ان هو يعني لو تم منحه فرصه في مباراه واحده ولم يكن لاعب المباراه الاول والاخير والمؤثر ويجيب هدف مؤثر او يصنع هدف مؤثر او يغير نتيجه مباراه، اعتقد انه هيبقى صعب جدا ان هو يجد نفسه في النادي الاهلي. فهو يعني هتبقى فرصته من مباراه لازم يغير فيها شكل المباراه كلها. يعني لازم طبعا. طب مش هقدر اسيب الاهلي غير لما احمد عادل جون الاهلي الاول دلوقتي.
احمد عادل على فكره من زمان، يعني من حتى ايام مشاركه الكابتن شريف اكرامي اساسي. احمد عادل يعني كلنا بنقول ان هو حارس مرمى كويس ومتميز، وحارس مرمى واثق في نفسه، وحارس مرمى ظلم كتير، قاعد على الدكه كتير، قاعد فترات طويله، قعد فترات طويله يعني هو زي الكابتن شوبير والناس اللي هم راحوا الاهلي واتجمدوا فتره وخدوا فرصتهم بعد كده وصاروا نجوم وصاروا هم الحراس الاول سواء في المنتخب او كده. فاحمد عادل لو منح الفرصه وجاي له محمد الشناوي طبعا ومعاه شريف اكرامي، فاعتقد انه احمد عادل مستواه كويس جدا، يعني عنده خبره عاليه جدا، وخبرته ظهرت في مباراه الوداد. ولما بيقعد احتياطه بيرجع بالظبط بشكل قوي يعني. ومباراه الوداد كان مؤثر فيها، مباراه سموحه ظهر بشكل كويس دايما دايما، حتى يعني في يعني انفرادات او كور صعبه جدا جدا بيقدر يتعامل معاها كويس ويسيطر عليها. اعتقد ان هو هيبقى له الأولوية في المشاركة في الفترة المقبلة. طبعا بقى يعني ربنا يبعد عنه الإصابة أو كده، أحمد عادل ممكن يكون الحارس الموسم المقبل كله للأهلي ويكون كله هو الحارس الأساسي. يعني دي الفرصة جات له، وأعتقد إن هو ثبت وجوده، وجماهير الأهلي نفسها جماهير الأهلي ارتاحت عندها بدأت ياخد ثقة مع الجماهير، عندها ارتياح، لأنه حارس المرمى ده نص الفريق زي ما بيقولوا يعني. فبالتالي أحمد عادل أتمنى إن هو يوصل على هذا المستوى، وممكن يبقى حارس الأول لمنتخب مصر يعني. طبعا في موجود الشناوي وموجود عصام الحضري اللي ينتقل للمصري، واعتقد انه ينتقل كمان. بس عصام يعني بصرف النظر عن سنه هو افضل حارس في تاريخ الكره المصريه. ده حقيقي المصريه يعني. هو شوف لحد دلوقتي بيأدي وبيصنع الفارق. وعلى فكره ولو وقف بمباراه المنتخب يعني عصام الحضري محافظ على لياقته البدنيه وعلى جسمه وبيتمرن وتحس ما شاء الله ان هو عنده 20 سنه. لا هو يعني هو حارس من يعني كابتن فكري صالح هو اللي بيدربه. لا يعني بنشوف بينشر بعض الفيديوهات كده على الفيس لتدريبات عصام الحضري وبعض الحراس. لا تحس ان هو عنده 20 سنه بصراحه يعني ما شاء الله. وبعد كده ملتزم بيحترم التدريب وبيحترم الرياضه، اذا احترمتها بتحترمك وبتديك. فهو عصام الحضري يعني انا اشوف انه اسطوره حراسه المرمى في العالم العربي كله، مش في مصر بس يعني. اتحاد الكوره والشركه الراعيه عصام الحضري احسن لاعب، يعني اختاروا عصام الحضري احسن حارس مرمى في هذا الموسم. طبعا هو يستحق. وبعد كده انت خدته في المنتخب المصري كوبر خده يعني مع سنه بس رجع خده. وبعد كده يعني مركز حراسه المرمى ما بيحتاجش مجهود بدني كبير جدا زي اللاعب يعني. مثلا حارس المرمى مجهود يعني ممكن حارس المرمى يصل لحد 45 سنه 46 سنه ويحرس المرمى اكيد بس برضه ممكن يصل ل 45 سنه و46 سنه ويحرس المرمى ويبقى مؤثر ويبقى لاعب كويس في حاله التزامه. واعتقد يعني انه عصام الحضري في الفتره المقبله ممكن يكون الحارس الاساسي لمنتخب مصر، وان شاء الله لو وصلنا كاس العالم ممكن يبقى الحارس بتاع مصر في كاس العالم يبقى حققها بجد. طب شريف اكرامي ما كانش في ال18 في مباراه سموحه، ده اتأثر على شريف نفسيا يعني، ما اتضمش المدرب مارتن يقول ما ضموش ضمن ال 18 لاعب في هي يعني الاشكاليه في ان احنا يعني لما حد بيخطأ خطأ كبير مثلا في مباراة او مباراتين او مستواه بيتراجع فترة، ما حدش بيرحمه، لا الجماهير بترحمه ولا النقاد بيرحموه ولا إدارة الفريق نفسه. يعني في فرق ما ينفعش تدي فيها فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة، هي الفرصة مرة واحدة وبعد كده يعني خلاص. فأنا يعني كابتن شريف إكرامي أكيد متأثر نفسيا، لكن هو حارس كبير وهيقدر يرجع سواء مع الأهلي أو لو تم الاستغناء عنه. هو حارس كبير وحارس كويس، وكل لاعب في الدنيا او كل حارس له فترات اخفاق وكده. انت شفت علي جبر كان اهم لاعب في مباراه الزمالك، اهم لاعب، وكان لاعب كويس جدا جدا، وخطأ ضيع مجهود الفريق كله ده. فبالتالي مش لازم لسه كان في خبر انه اكرامي جاي له عرض احتراف في البرتغال، ممكن يسافر ممكن يسافر في ظل الظروف الحاليه، في ظل يعني
التحامل الاعلامي عليه في ظل التحامل الجماهيري عليه، الجماهير برضو تحاملت عليه. هو اخطأ في مباراة واثنين يا ما كسب الاهلي بالظبط، ظهر ده حقيقي يعني ظهر بمستوى يعني مش مستوى شريف اكرامي اللي احنا شفناه في اكتر من مباراة. وكانت المباريات دي يعني كانت فيها نتائج، يعني الاهلي مني فيها بنتائج مخيبة للامال. فبالتالي شريف اكرامي يعني ان احنا يعني الجماهير هتذبحه والنقاد لا، هو شريف اكرامي اعتقد ان هو لو وافق على عرض البرتغال اللي جاله تبقى فرصه كويسه جدا جدا ان هو يستعيد حتى الثقه في نفسه، اضافه للمنتخب. وكل ده فريق نفسه ماديرا اللي بيلعب فيه علي غزال كمان في البرتغال. طبعا ده فريق كويس جدا وفي مقدمه الدوري البرتغالي. وفي لاعب مصري زي ما تفضلت وقلت علي غزال. فبالتالي لو شريف اكرامي راح الفريق ده هيبقى تجربه احتراف افاده، وهتبقى افاده للمنتخب. على فكره كل ما يبقى فيه حراس مرمى على مستوى عالي جدا كل ما تبقى قاعده الاختيار عندك كبيره، وكل ما قاعده الاختيار عندك تبقى بتختار صح. يعني المدير الفني يختار صح، ما يبقى فيه اكتر من حارس متالق واكتر من حارس وعنده قماشه كويس كبيره جدا فبالتالي يقدر يختار صح. شريف اكرامي ان شاء الله يرجع يعني. بس هو شريف عنده شخصيه قويه جدا، يقدر يرجع يعني يرجع نفسه ثاني يعني. هي في الكره، هي او في كره القدم تحديدا اللعبه جماهيريه، صعب جدا انك انت نفسيا تتحمل هجوم الجماهير وهجوم النقاد والضغوط. صعب جدا انك تتحملها، وصعب جدا انك انت تتحمل نظره الناس ليك او نظره مشجعي الفريق او محبينه انك انت السبب في خسارته. يعني انا بشفق على اللاعب فعلا نفسيا لما بيخطئ خطأ ويجيب ويتسبب في خساره فريقه. بتبقى نفسيته بعد المباراه، وتبقى نفسيته مثلا متاثر مباراه واثنين وثلاثه، ولو غلط الغلطه دي تاني هتلقى الدنيا كلها هجمه المدير الفني ازاي تتشركوا. يعني احنا بنبقى يعني بصراحه الجماهير ما بتصبرش، والمشجعين بتاع الفرق ما بتصبرش، والاقلام الرياضيه او النقاد او كل المهتمين بالشأن الاعلامي الرياضي ما بيستنوش على حد ان هو يخطأ ويسيبوا له فرصه. يعني حتى لو الاداره الفنيه شافت ان هو لاعب مميز. يعني انا عجبني جدا جدا كلام المستشار مرتضى منصور في مداخله مع احد الفضائيات، اتكلم عن علي جبره وخطأه في مباراة سان داونز اللي هو تسبب في خسارة الزمالك. والزمالك على فكرة قدم مباراة كويسة جدا هناك واحرج الفريق في اكتر من كورة. لا هو اتكلم عليه، قال ان هو كان بيلعب كويس جدا في الماتش، وده خطأ عادي وارد يعني. فبالتالي يعني مش هنستغنى عنه. لكن انت لو تشوف رد فعل الجماهير هتلاقيه صعب جدا، صعب جدا على نفسية اللاعب نفسه ان هو يتقبله. يعني صعب جدا رد فعل الجماهير لما انت مثلا تيجي في الدقيقة 88 ولا 86 كان في اخر ال10 دقائق من المباراة وتتسبب في هدف في مباراة مهمة جدا زي دي كان التعادل فيها يصعدك بنسبة كبيرة. اعتقد انه لاعب الكرة بيبقى عليه ضغوط نفسية كبيرة جدا يعني. بس ده قدر لعيبة الاهلي والزمالك انه لازم يتحملوا الضغوط، وهم بيلعبوا في فرقتين احسن فرقتين في افريقيا، وهم لازم يتحملوا. وهم كمان بيبقى فيه معاهم اخصائي نفسي واعتقد انه اللاعب الكبير ما بيتاثرش بالجماهير يعني. طبعا احنا شفنا لعيبه كبيره جدا جدا في مباريات نهائيه بتغير مسير بتضيع ضربات جزاء. باجي في ايطاليا زمان ضربه جزاء طلع ايطاليا. اسامه بتاع غانا اللي ضيع ضربه جزاء كانت ممكن توصل قبل النهائي في كاس العالم. لا وفي كاس العالم برضو يعني. في ايطاليا برضو باجي ضيع ضربه جزاء مش كان 90 او قبل 86. ميسي اخر حاجه وميسي في الكوبا امريكا وميسي يعني اخر حاجه. فبالتالي يعني فميسي فبالتالي كرة القدم لعبة يعني الخطأ فيها وارد يعني. طيب هاخد من حضرتك بقى نروح الزمالك. ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ يعني الزمالك بعد ماتش سان داونز هنا قلنا الزمالك يقدر يروح هناك ويفوز على سان داونز، لكن هناك للاسف راح واتغلب واتحط. وانا شايف ان هو لاعب كويس جدا يعني بس الزمالك دلوقتي في موقف مش صعب ومش صعب. يعني هو لازم هنا يتعادل او يفوز على انيمبا. اعتقد انه الزمالك اذا ما كسبش ولا تعادل مع انيمبا ما يستحقش ان هو يصعد للدور. بس ليه الزمالك محتاج نقطه واحده لا بس يعني ماشي يعني ما كانش حد متوقع انه هيخسر من سان داونز، ولعب مباراه حلوه جدا جدا لحد الدقيقه 80. كان الزمالك كويس وكان قريب من التهديف من في اكتر من مناسبه واحرج فريق سان داونز. وانا شفت انه فريق سان داونز مش الفريق المخيف الكبير، هو صعد اول فريق يصعد. هو احسن الفرق الثمانيه في المجموعتين حقيقي. لا يعني لحد دلوقتي
هو اول فريق صعد. لا غير اول فريق صعد، احسن فريق اداء في الثمان فرق سان داونز. لا برضه انا شايف مجموعه الزمالك وصن داونز وانبيا ما نقدرش نحكم عليه عشان فيها غياب فريق مؤثر فيها. صيف ماشي بس لا مؤثر برضه في الفرق السبعه لا مجموعه الاهلي فيها زيسكو كويس جدا، فيها بصرف النظر عن الاهلي متزايل المجموعه او الثالث المجموعه الثالث حلو جدا، فيها الوداد كويس جدا. الاهلي لو يعني شغال حد قدام. لا يعني صن داونز اقل من الثلاثه اللي انا قلتهم في المجموعه الاولى، اقل من زيسكو. انا بختلف معاك، انا وجهه نظري اقل من زيسكو واقل من الاهلي واقل من الوداد. انا شايف ان صن داونز احسن فريق في السبع فرق اللي لعبت ماتشات في البطوله. هو اول فريق تاهل وهو لعب كويس. المرشح الاول للبطوله صن داونز لحد النهارده لحد دلوقتي. لا المرشح الاول للبطوله لا ما صعب انه يبقى صن داونز هيصعد صعد خلاص للمربع الذهبي، بس هو لكن بيلعب كوره محترمه، عنده لعيبه جامده جدا ماشي، بس هو مش الافضل في السبعه، هو ممكن يبقى الثالث ولا الثاني الرابع. لا يفسد لانه خلي بالك برضو مجموعه الزمالك لو كانت مكتمله كان يبقى صعب جدا ان الزمالك يخسر. كان فاز على وفاق سطيف في الجزائر 2-0 ماشي، يعني عمل وفاز على الزمالك هنا. يعني انت عاوز ايه تاني؟ يعمل ايه تاني صن داونز على فكره مباراه الزمالك وصن داونز في جنوب افريقيا كان الزمالك الاكتر والاخطر. أيوة. يعني انت عارف الجون جه ازاي؟ الجون جه خطا من صن داونز مع الاهداف اخطاء. ايوه بس ده خطا يعني صعب. متاكد انه صعد تقريبا وبيلعب باريحيه شديده جدا، يعني في ماتش في جنوب افريقيا بيلعب باريحيه، يعني مش مضغوط، يعني فايز على الزمالك هنا في القاهره، فمحتاج يعني حتى تعادل ويصعد اول مجموعه. فانا شايف انه هو يعني من وجهه نظري انه صن داونز احسن فريق في المجموعه اداء ولعبا. تمام بس برضو يعني لو هنيجي للزمالك، الزمالك مباراه انبيا مش صعبه خالص. لا بس لو قلنا كده من الخطوره والمكان ان احنا نقول مباراه انبيا هنا سهله. انبيا هيجي يقاتل، ما هيجي يكسب، لو كسب هيصعد. ما هيجي ايوه هو ده مباراه صعود بالظبط، هيجي بكل شراسه، هيجي على المكسب. على الزمالك انه يكون حذر جدا 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 من ماتش انبيا اللي موجود. لا بس الزمالك هيتجاوز هذا الدور، والخوف على الزمالك من الدور المقبل. نتمنى ان شاء الله ربنا يكرم الزمالك ويتغلب على انبيا، بس لازم يكون حذر جدا من المباراه دي، لأن الفريق الثاني جاي بطموح الصعود. انت عارف هي مشكله الزمالك يعني يحتاج وقت طويل جدا عشان يلملم اوراقه. اول حاجه الزمالك عاوزين نتكلم على لملمه الاوراق والتسعه مدربين اتغيروا السنه دي، والصفقات ال17 اللي جت والناس اللي مشيت، ده حدوته كبيره جدا. ايوه وما فيش مدير فني دلوقتي. ما انا بقول لك ايه الحدوته بتاع الزمالك يعني بص هو الزمالك دلوقتي بيفكر في 3 اتجاهات. الاتجاه الاول ان هو يختار مدير فني عالمي له سيره ذاتيه قويه جدا يستطيع ده على فكره، ده انا سمعت قبل ما اجي بفتره انه بوب برادلي مدرب المنتخب دخل في من ضمن المعروضين على من ضمن المعروضين على الزمالك. في اكتر من مدير فني كويس. ما ان انا كنت يعني كانت امنيتي انه الزمالك يفكر في مدير فني محلي مصري ويديله المهمه. محمد الاهم من ده كله برضه يعني انه يجي مدير فني، احسن مدير فني في العالم، يجي مدير فني وطني، انه المدير الفني اللي يجي ده ياخد صلاحيات ما حدش يتكلم معاه نهائي. لا ما هو يديله فرصته لنهايه الموسم، يعني يكمل سنه، يتغلب يتعادل يكمل عشان بالظبط. حتى يعني تتخيل ان لو الصوره معكوسه، النادي الاهلي صبر جدا على مارتن يول رغم اللي عمله. الزمالك عنده ملف اختيار المدير الفني. المدير الفني هيجي لعيبه كتيره جدا موجودين عنده. الاهلي طبعا الزمالك استغنى عن لعيبه انا شايف انها مؤثره وعملت يعني موسم كويس الموسم اللي فات واللي حصل فيه على الدوري عليه. لو سالت كل لعيبه الزمالك اللي لعبوا السنه اللي فاتت مع فيريرا صاحب البطوله الدوري والكاس، احسن مدرب من احسن المدربين اللي جه للزمالك بالظبط، ولو كمل كان هياخد بطولات كتير جدا بالظبط. وكان في استقرار واللعيبه منضبطه وبيحبوا المدرب وهو عنده فكر، وفي الزمالك فيه شكل محترم جدا، ومع ذلك مشوه. طب يعني انت يبقى اي مدرب هيجي الزمالك عارف انه هيتعادل ماتش او يتعادل ماتشين او يتغلب ماتش هيمشي. لا اقول لك على حاجه هو لو مدير فني من المديرين الفنيين الاسماء الكبيره ده حتى لو جه وخسر ماتش او 2 ومشي،
لا الزمالك اللي هيبقى خسران، لانه اي مدير فني هيجي من بره هيعمل شرط جزائي كبير. يا باشا ما كان فير في عنده شرط جزائي وعامل واخد بطولتين تمام يعني طب ايه تاني؟ انا بقول لك هيجي ياخد، هو الزمالك هيبقى خسران ليه؟ لانه حتى لو اقالوا، لو خسر لا قدر الله في مباراه او اتنين او ضاعت منه بطوله واقال المدير الفني الجديد، المدير الفني هياخد مرتبه بتاع الشهر عادي وياخد شرط الجزاء وما بيخسرش حاجه. فبالتالي يعني ما اعتقدش انه مجلس اداره الزمالك، اعتقد انها تبقى حذره جدا 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 في الفتره المقبله في التعامل مع المدير الفني، وموضوع اقاله المدير الفني هتبقى موضوع صعب جدا جدا، وبالذات لو كان اجنبي، الا في حاله بقى لا قدر الله يعمل كوارث مع الفريق. ايه الضمان؟ الضمان مقاسوها مش هيقعدوا على يعني الضمان ان هم جربوا في موسم كامل، جربوا في موسم كامل. ايه الضمان الجماهير الزمالك انه المدرب اللي يجي ده مجلس اداره الزمالك ده ما بياخدش قرارات عشوائيه. اكيد مجلس اداره نادي الزمالك عنده بيدرس كويس جدا الوضع، وعنده تصور كامل، وشايف انه الجماهير الزمالك مستاءه جدا من الموسم اللي فات ان هو ما حصلش على بطوله الدوري ولما حافظ على البطوله اللي هو خدها الموسم قبل الماضي. فبالتالي كمان جزء كبير جدا من جماهير الزمالك مستاء جدا من الاقالات. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، في مجلس اداره الزمالك هيحط دي في الاعتبار. فبالتالي لو جاب مدير فني اجنبي هيحافظ عليه كويس جدا، هيحافظ عليه. واعتقد انه لو مدير فني صاحب سيره ذاتيه قويه، هو دلوقتي المستشار مرتضى منصور خلى الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره، ما خلاش بقى رئيس جهاز الكره وكلام زي كده، لا مدير الكره وهيفضل حتى مع المدير الفني الجديد. المدير الفني الجديد هيجيبوا له مدرب في مفاضله بين الكابتن مؤمن سليمان والكابتن خالد جلال، في مفاضله بينهم يعني الاثنين. في سؤال، اتفضل. سؤال اعتراضي يعني. اتفضل. دلوقتي كابتن اسماعيل يوسف وكابتن محمد صلاح، كل المجموعه الفنيه بتتغير ويبقى اسماعيل يوسف ويبقى محمد صلاح. ايه السر في كابتن محمد صلاح زي الكابتن فتحي مبروك في الاهلي، دايما الازمات انا شايفه كده بس بيمشي ماشي. ما كابتن فتحي مبروك برضه ما بيستقرش في الاهلي، لما بيحصل فيه دروب ولا حاجه كابتن فتحي مبروك بيبقى جاهز. النسخه محمد صلاح مستمر واسماعيل يوسف مستمر يعني محمد صلاح مش مستمر مع المدير في الاداره الفنيه الجديده. كابتن محمد صلاح دلوقتي مدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي. التعاقد مع مدير فني اجنبي هيبقى معاه الكابتن مؤمن سليمان والكابتن خالد جلال، ويبقى مدرب مساعد علاء عبد الغني. حلو الكلام، هيبقى مدرب مساعد، وهيبقى ايمن طاهر غالبا 90% مستمر. يعني كانوا بيتكلموا عن الكابتن فكري صالح وكده، بس اعتقد ان هو الكابتن ايمن طاهر مكمل معاهم. فبالتالي هم عاملين تصور للهيكل الاداري. مرشح انه يبقى مدرب حراس مرمى بالظبط. في اكتر من واحد مرشح يبقى مدرب، بس هم غالبا هيستقروا على الكابتن ايمن طاهر، لان انا شايف انه الزمالك ما فيهوش مشكله في حراسه المرمى. حراس المرمى ما فيهوش مشكله، ده المنتخب بياخد منه على طول يعني. طيب. يعني الحارس بتاعه هو حارس اساسي بتاع المنتخب. فبالتالي هم عاملين الهيكل، هو مستني بس راس الجهاز الفني المدير الفني ويتحط على الجهاز. اعتقد ان هم هيستمروا فتره، لانه بصرف النظر لو جابوا الكابتن مؤمن سليمان او الكابتن خالد جلال، المدرب ده اللي هيدي كل الداتا وكل التفاصيل للمدير للخواجه، المدير الفني الاجنبي زي ما بيقولوا لو جابوه. اتفضل. لو جابوا مدير فني محلي طبعا هو عارف القصه معروفه يعني. طيب دلوقتي المستشار مرتضى منصور عمل صفقات جامده جدا السنه اللي فاتت، وخد الدوري والكاس، وعمل صفقات من اروع ممكن كل الناس شاهدوا بذلك. السنه دي نفس الموضوع، جاب 17 صفقه جديده من الزمالك، وده ما هيتسبب في ازمه كبيره جدا حتى في القائمه الافريقيه اللي ضمت 18 لاعب منهم 3 حراس مرمى. وده لو الزمالك كمل، وفي 6 يظهروا بكره لاول مره في الكاس مع الاسماعيلي. لو الزمالك ان شاء الله هيكمل في البطوله الافريقيه هيعاني لو اي اصابات في اللعيبه، في مشكله، عنده مشكله. طب ولو جه مدير فني جديد، ممكن جزء من الصفقات اللي جابها المستشار مرتضى منصور يركنه. بس لو جه مدير فني جديد في لعيبه يعني اي مدير فني يتمنى ان هي تكون موجوده في التيم بتاعه، زي مثلا صفقه ستانلي اللي ده مهاجم يعني هيعمل مع الزمالك شغل جامد. سيدي يعني جون انطوي كان مكسر الدنيا في الاسماعيلي، مكسر الدنيا في الاسماعيلي، لاعب عالمي. تمام. راح السعوديه ما نفعش، والاهلي ما اثبتش وجوده. فممكن ستانلي في دجله مكسر الدنيا،
يجي في الزمالك لا 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 يعني يبقى في الزمالك، لا يبقى في الزمالك له ما- له وضعيه، له وضعيه، لانه خلي بالك هو ولاعب هيعمل محترم جدا وهيعمل تنافس مع باسم مرسي، وهيبقى له وضعيه قويه جدا داخل الفريق. احنا برضو جمهور، يعني جمهور اهلي كان امنياته وتوقعاته انه جون انطوي هيبقى، بس جون انطوي مختلف خالص عن ستانلي. بس لعيب بس لاعب، يعني لاعب قوي يعني. بالظبط، لاعب قوي، بس هو مش يعني أو المدرب ما عرفش يوظفه يعني كويس. فلو جابوا مدير فني اجنبي اعتقد انه يدرس كل سيفيات اللعيبه دي كلها ويقدر يكون منها فريق محترم. صفقات الزمالك رغم ان هي كتيره ورغم ان فيها كلام كتير واعارات وعوده وكلام زي كده، لكن الزمالك خط الوسط بتاعه ابراهيم صلاح هيظبطه بصراحه تاني يعني. رجوع ابراهيم صلاح مكسب كبير جدا بالظبط. وانا شايف من وجهه نظري برضو خروج حازم امام او وجود حازم امام في الاتحاد خساره كبيره. مكسب ولا خساره؟ لا، خساره للزمالك كبيره. بص سيبك من التصرف، انا ما بتكلمش عن التصرف، لا ما اللي عمله جزء من اللاعب في السلوك. انا بتكلم عن الناحيه الفنيه، انا ارفض تصرفه شكلا وموضوعا، لكن هو لاعب مؤثر جدا ولاعب هيبقى له شكل كويس جدا جدا مع الاتحاد السكندري. يعني انا شايف انه حازم امام في مركزه في الزمالك هيتاثر، ما حدش هيمنع هذا الفراغ يعني. ما في شوقي سعيد موجود فيه، بس شوقي السعيد يعني بص حازم في امام، اسامه ابراهيم جاي من الانبي، يعني في لعيبه ماشي، في اكتر من لاعب، ما انت بقول لحضرتك، بس برضه مش هيبقى على نفس الدرجه الفنيه بتاع حازم امام بصرف النظر. حازم مستواه نزل بشكل واضح كبير جدا في الفتره الاخيره. انت تشوف السنه اللي فاتت لما خدوا الزمالك الدوري كان بيلعب في منتخب حازم وكان حاجز مكان لاعب جامد جدا. لاعب كويس جدا. حازم مهمل في نفسه شويه يعني. يعني مش حاسس بقيمه الموهبه اللي عنده، فمهمل في نفسه. كان جنبه عمر جابر، عمر جابر دلوقتي خلاص احترف. طب هو ايه؟ يعني حازم ليه مهمل في نفسه؟ او ليه التعامل ده مع هو بص هو كل اي حد في الدنيا يعني حتى ربنا بيرزقه بموهبه علشان تكمل بيبقى لازم أن يكون عنده اخلاق عاليه، ولازم يكون عنده تعامل كويس جدا مع الناس. وطبعا اي حد عاقل في الدنيا هيرفض اي خروج عن النص بالشكل اللي صوره الاعلام او بالشكل اللي نقل لينا. احنا ما شفناش حاجه، ما شفناش الواقع عشان نتكلم فيها، لكن اللي نقل لينا. فانا اعتقد انه برضو المستشار مرتضى منصور يعني ان هو يعيره الانبي، هو كابتن الفريق ولاعب مهم في الفريق، الاتحاد قصدي، سوري، الاتحاد السكندري. فهو لاعب اساسي ولاعب مؤثر في الفريق وكابتن الفريق. لا، ده قرار تربوي قوي جدا. لكن انا بقول من الناحيه الفنيه، بتكلم عن الناحيه الفنيه بس. حازم امام هيسيب تاثير في نادي الزمالك. المدير الفني الجديد يعني لو جاء خلال الاسابيع القادمه، يعني لو جاء قبل مثلا بعد مباراه الاسماعيلي بتاع بكره، وقدر الزمالك يهيكل الجهاز الفني بطريقه كويسه جدا، الموسم المقبل هيبقى الزمالك له شكل تاني. واعتقد ان مجلس الاداره هيصبر على المدير الفني ده، لانه جاي له من اول الموسم وجايب له كوكبه من اللعيبه. واي مدير فني الاجنبي جاي لك جبت له سين جبت له صاد وملوش دعوه، بيشوف في الملعب يعني اسمه ده ما يهموش. يعني انت ممكن تجيب له لاعب زي ما بقول لك انا مثلا عن ستانلي، هو هيشوفه في الملعب، طبعا مش هيحكم عليه كده. هيشوف شوقي سعيد، هيشوف كل الصفقات دي كلها، هيعرف الجداد كلهم اللي جايين مع الزمالك، ويقدر يعمل يعني يخلي الفريق متأقلم وبشكل كويس. فيعني الزمالك عنده ملفات كتيرة جدا جدا، عاوز خلال الاسبوعين المقبلين يحسم القائمة الافريقية ويحسم الاداره الفنيه. اللي عنده 18 لاعب في القائمه الافريقيه، مش هيقدر يتحرك يمين ولا شمال من غيرهم، منهم 3 حراس مرمى. فدي عنده 15 لاعب، عنده مشكله. يعني الزمالك عنده مشكله، هو اللي حط نفسه فيها، انه مشى جزء من اللعيبه اللي هم كانوا مقيدين افريقيا، جزء من مقيد افريقيا. ما دي سلبيه التغييرات الكتيره في يعني مثلا التغييرات المفروض تبقى في حدود 5 6 لعيبه. التغييرات بقى في عدد كبير من اللعيبه، 9 لعيبه 10 لعيبه، بيأثر على الفريق بشكل. وبعد كده القائمه الافريقيه هي يعني فاضل له 3 مباريات في افريقيا يعني.
يعني ثلاث مباريات يا ايوه محمد، 3 مباريات مهمين، يعني نكسب يا انيميا استاذ محمد، نطلع أستاذ محمد. يا مش انا يعني. انا عارف احساسك. وفاضل في كاس مصر مباريتين، ما- مباراة بكره يعني خلاص والنهائي. كده؟ يعني 5 مباريات كلهم، 5 مباريات. 5 مباريات. يعني القائمة الأفريقية اللي هتبقى عندنا الإشكالية 18 لاعب، عندك أنت 3 لا قدر حراس الله مرمى، حد يبقى اتصاب 15 هيبقى لاعب. مشكله. هم؟ لو قدر الله حد يصاب من اللعيب هتبقى مشكله. ان شاء الله مش حدش هيصاب، احنا نتمنى ما حدش يصاب أبداً، وان شاء الله ال 18 آه. دول ياخدوا بطوله دوري ابطال افريقيا، وتبقى اقل قائمه افريقيه في تاريخ الزمالك خدت البطوله ان شاء الله. ده اتمناه، امنياتي بصراحه. امنياتك يا استاذ محمد. طب محمد يا طلبه، الراجل يعني اللي يلعب يمين يلعب يمين، يلعب يمين يلعب شمال يلعب اي مكان بيلعب، ومؤدي اداء كويس جدا، ليه يمشي؟ يعني ليه قرار مشيان حماده طلبه هو مفاجئ؟ هي وجهه نظر فنيه، واكيد الكابتن مين محمد حلمي، اكيد أيوة. الكابتن محمد حلمي يعني كان عامل تقرير بكل اللعيبه اللي ممكن يتم الاستغناء عنهم، وحماده طلبه راح المصري. طب ما يا باشا حماده طلبه برضو يعني برضو متقدم في السن، يعني مثلا عنده حاجه و30 36 سنه او 35 سنه. هي وعلى فكره كان في تصريح لحماده طلبه النهارده بيقول انا عامل زي خيل الحكومه، يعني شكرا. لا حماده طلبه معاه يعني كخيل الحكومه يعني. لا حماده طلبه على فكره لاعب محترم جدا، ولاعب محوري، ولاعب مجتهد، ولاعب على فكره مؤثر جدا. وهتشوف لحماده طلبه مش هننسى الكوره طلعها منتخب مصر، يعني حاجه يعني هو وهتشوف على فكره وهتشوف على فكره في مصر بشكل كويس جدا، يعني مع الكابتن حسام حسن هيأدي. هو راجل في الملعب، هو لعيب مقاتل، يعني مقاتل، وبينفذ الخطط كويسه. طبعا الكلمه دي كلمه موجعه يعني، بس هي دي سنه الحياه. يعني اللعيبه لما بتقدم في السن اللعيبه بتبقى لها صولات وجولات، وبعد ما بتتجاوز ال 30 سنه بيبدا العد التنازلي. يعني هو اللاعب فترة النضج بتاعته بتبقى 23 سنة، فترة التوهج والنجومية والشهرة بتبقى لحد 30 سنة، بعد كده بيبدأ الكيرف ينزل تاني. بس دي سنة الحياة. الخبرات الخبرات مينا كان عنده كسر الدنيا في كأس العالم، هو عنده. بص ده كان حاجة استثنائي. يعني لاعب كرة القدم من 23 ل 30 سنه، هي دي قمه نجوميته في العالم كله. وعلى فكره بعد ما بيبدا بقى 30 سنه بيبدا بينزل. يعني هو ممكن روجيه ميلا ده كان حاجه استثنائيه، بس مؤثر، خبرات يعني الخبرات اللي بعد 30 ده خبرات تمام. لا وقبل ال 30 خبرات برضه، من 23 لحد 7 سنين دول كلهم بيتراكموا خبرات مع مباريات دوليه وكده. فبالتالي اللاعب بعد 30 سنه مهما يكون حجمه وقوته بالكيرفو بينزل. روجيه ميلا انت بتتكلم عنه، دي حاله استثنائيه. وخلي بالك برضه يعني كان لاعب مؤثر في الفريق، علشان في مكانه كان كل الفريق بيخدم عليه، وكان في مكانه، وكان راس حربه تقيل، وكان لاعب حاجه جامده جدا صراحة. وكان حاجه بقى ايه، يعني محافظ على نفسه ومحافظ على جسمه، زي عصام الحضري كده. بنتكلم على عصام الحضري. عصام الحضري ما يعني عندنا نموذج حسام حسن حد جامد جدا، يعني قتال وروح حسام حسن يعني قعد فتره طويله، بس خلي بالك، لعب في الاهلي، ولعب في الزمالك، لعب في الاتحاد، لعب في المصري، الفرق افريقيا وعنده 37 سنه بالظبط. بس ما كانش اساسي. بس ما كانش نزلوه كابتن حسن، نزلوه تكريما ليه في المباراه، يعني بخبرته جاب جون ايوه خبرته، بس ما كانش اساسي. ماشي. والمباراه ما كانتش مباراه مؤثره ومهمه. اللاعب بعد 30 سنه بيبدا العد التنازلي بتاعه، ممكن يفضل متماسك لحد 35 سنه 36 سنه، وبعد كده يعملوا معاه يعني يبقى لاعب ضيف شرف كده، في 10 دقائق ينزل ربع ساعه. لاعب الخبرات بتاعته دي يحتاجوها في حتت في اوقات معينه من المباراه، لكن صحيح. مش اللاعب اللي يأدي على طول. ما هو طيب، من ضمن اللعيبه اللي جابهم من الزمالك محمد مجدي بتاع المصري، وده عامل ازمه كبيره جدا مع جمهور بورسعيد. كمان قالوا انه حسام حسن هيقدم استقالته، ممكن يقدم استقالته من تدريب الفريق عشان محمد مجدي. في عجاله يا استاذ محمد عشان الوقت خلاص. يعني المفروض اصلا في عجاله، المفروض انه اصلا مجلس اداره اي نادي واداره الكوره في اي نادي لابد انها تستشير المدير الفني، انت عاوز ده ولا مش عاوزه. هي العمليه مش عمليه يعني بيع وشراء يجي له صحيح. سعر كويس يتخلى عنه على الفريق. فبالتالي محمد مجدي هيبقى له يعني بصمه في الزمالك، هيبقى له بصمه في الزمالك كتيره جدا، وهيبقى له يعني هيترك اثر سلبي في المصري. بس اعتقد ان حماده طلبه ممكن يعوضه يعني. طب في جمله واحده عشان وقتنا انتهى. اتفضل.
مين هيفوز بكره، الزمالك ولا الاسماعيلي؟ ان شاء الله الزمالك ان شاء الله، مش احنا قلنا قبل كده 2-1 الزمالك ان شاء الله يكسب خلاص. الاسماعيلي كعبوا خلاص. علينا بقى لنا مباراتين 3، خلاص. بس احنا ان شاء الله هنكسبه ان شاء الله، خلاص ان شاء الله ما دام نكسبه قلت اسمع، أنت ونتقابل مع أنت الاهلي أدرى. في النهائي، أنت الاهلي أدرى. وانبي يوم الخميس برضو آه. ان شاء الله نتقابل مع الاهلي في النهائي او انبي عادي، ما فيش مشاكل يعني. نتمنى الخير للكره المصريه يا استاذ محمد. نتمنى نورتنا. الخير للكل نورتنا ان يا شاء أستاذ الله، محمد. ربنا شكرا يخليك، لحضرتك، نورتنا يا شكرا. فندم. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا شكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيات فريق مع الكابتن وتحياتي صلاح عبد الله، في امان الله.